اول جمله قالها الفنان احمد فهمي اول ما شافني في فيلم عصابه الماكس. صايع صح. ازيكم عاملين ايه؟ انا ايمن علي الشهير بايمو من فريق الاكشن المصري فريق ستاند ستيل. شاركنا في فيلم عصابه الماكس مع فريق كابتن كوكشا. ونبدا باول مشهد وهو كابتن كوكشا بيشرح للفنان احمد فهمي هيعمل ايه في الفايت اللي جاي. شرح له كل الخطوات والتفاصيل للفايت كامل، وزي ما احنا شايفين قلبت صحوبيه في الاخر. وعلى الجهه الثانيه هنشوف كابتن جيمي وهو بيشرح للفنانه روبي هتعمل ايه في الفايت بتاعها، تمسك السلاح ازاي وتضرب بيه الشخص اللي قدامها ازاي. بعد كده بداوا يرتبوا الفايت بنفسهم، وبعد ما ظبطوا البروفات وكل حاجه تمام بدانا بقى نصور المشهد. وفي بدايه المشهد هنشوف ايمن من شباب الفريق معانا بياخد وقعه جامده جدا من الفنانه، وقعه مش سهله تماما ومحتاجه كنترول عالي قوي، فبرافو عليه. بعد كده بيكملوا الفايت ويعملوه حلو جدا. الفيلم فيه فايتات كتيره قوي حلوه الممثلين عملوها وشباب الاكشن، وانا بوريكم اختصارات بس بسيطه. يلا بينا نخش على المشاهد اللي انا عملتها. في البدايه شباب الفريق بداوا يجهزوني في السيفتي ويتاكدوا ان كل حاجه تمام. بدايه اول المشهد ان انا بلعب سايد من فوق العربيه، يكون في ايدي سلاح وبضرب حد بالنار، وده كان السبب ان الفنان احمد فهمي اول ما يشوفني يقول عليا كده على طول. صايع جدا صح. ده طبعا لان الحركه عجبتني. بعد ما عملنا بروفات قلنا نصور الشوط على طول. طبعا ده كان اول جزء من التصوير. طبعا توني صاحبي هو اللي كان بياخد رياكشن الرصاصه، وبمعنى صح هو اللي بيبين ان هو اتضرب بالنار. والحاجه برغم ان هي تبان بسيطه الا ان هي بتكون صعبه جدا. وهنا قررنا نعيد لان فرده السلاح في ايدي وهي في الهواء ما كانتش مظبوطه، فهنا المره دي ظبطناها حلو جدا. طبعا الرك الثاني بيبان على الستانت اللي معاك عشان يبينها احلى واحلى. طبعا الموضوع ما كانش سهل خالص بالنسبه لي ان انت تتشقلب في الهواء وماسك سلاح وتوجهه لشخص المفروض تضربه بالنار وانت في الهواء. بعد كده خدنا زاويه مختلفه للمشهد عشان الفنانه روبي يكون ظاهره فيه. طبعا في المشهد دوت ما كانش لازم اتشقلب ولا حاجه، كنا بناخد اوفرلاب للطلعه بس، وبعد كده نوصل للمشهد اللي بعديه، وده كان اصعب من اللي فات. فوقف معايا كابتن جيمي وكابتن كوكشا رتبوا معايا ايه اللي هيحصل في الشوط بالظبط. بدات اجهز ولقيت ايمن صاحبي واقف قدامي بيصورني بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ما اعرفش ده ايه بالظبط بس ما علينا، خلينا نكمل. المشهد ده كان مع الفنان محمد لطفي. هنا كنت هاخد وقعه صعبه شويه، فكنت بشرح له الوقعه هتكون عامله ازاي. يلا بينا نشوفها مع بعض. طبعا هنا ما ظبطتش فقررنا نعيد تاني، بس تاني مره ركزت كويس جدا وجبتها احلى من الاول. طبعا الحركه مش سهله تماما، وتعالى اشرح لكم من زاويه ثانيه ليه. مطلوب مني في المشهد دوت ان انا اخبط بنص ظهري في الترابيزه وانزل على الارض، بس اللي حصل هنا ان انا استلمت برجلي وبعد كده استلمت على الارض. طبيعي دايما ان المشاهد ما بتظبطش معانا من اول مره، وانا شخصيا متعود على ده. طالما لابس سيفتي ومامن نفسي خلاص. وهنا في المشهد دوت جبتها حلو جدا، استلمت بنص ظهري وبعد كده نزلت على الارض. طبعا الموضوع بيكون محتاج كنترول عالي جدا ان انت تعرف تعمل الحاجات دي وتستلم الارض من غير ما يحصل لك اي اضرار. المشهد اللي بعد كده كان بسيط جدا بالنسبه لي، ان الفنان محمد لطفي يديني خبطه على الصدر الف بيها باك فليب وانزل على الارض، والباك فليب دي لعبتي فكان سهل جدا ان انا اعملها. وطبعا انا قلت الموضوع سهل بالنسبه لي، يعني انتوا ما تحاولوش تجربوا اي حاجه من الحاجات دي خالص. اما الحته اللي جايه دي حته مفضله جدا بالنسبه لي. ترضى حد يعمل كده في جدتك؟ ربنا برضه. المشهد اللي بعد كده على قد ما هو سهل على قد ما هو صعب جدا. الخبطه دي تبان لكم ان هي شديده جدا. احب اقول لك يا عزيزي المشاهد ان انت ما شفتش الخبطه اللي بعدها. دي بالنسبه لي كانت احسن كتير. الزاويه دي هتبين لكم المشهد احسن. انا المفروض كنت اخبط بكامل جسمي في العربيه، بس رجلي الشمال فضلت قريبه من الارض ودي ما عجبتنيش، فقررت ان انا اعيد. اما في تاني مره جبتها احلى بكتير. اكتب لي رايك في الكومنتات، قول لي ايه اكتر حاجه عجبتك، ولو انت جديد ما تنساش تعمل فولو عشان تشوف كل جديد. اتمنى تكونوا اتبسطتوا. سلام.